السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم جوعتني. النهارده يوم الفسفور العالمي. زي ما شفتوا كده في المقدمة انا عملت الحمد لله يعني جميع اكلات السمك معظمها. عملت هنا بقى ايه؟ الرز الابيض المصري طبعا ده الطبيعي، وعملت سمك مقلي بانيه، وعملت جمبري مقلي، عملت كيس جمبري او كيس مأكولات البحر، في كابوريا وفي جمبري وفي جندوفلي وفي سمك فيليه، وطبعا حتتين الذرة. عملت هنا بقى سمكة بولتي سنجاري، خلطة حلوة جدا جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة وريحتها خطيرة. عملت هنا بقى برضو واحدة سمكة ماكريل برضو سنجاري، بس شايفين شكلها عامل ازاي. بصوا بقى هنا بقى للعظمة، جمبري البيتر فلاي. بص الحلاوة عاملة ازاي، بص بص الجمبري، تعمل كده اهو وتاكل اهو كده كده. يا بوي، هو ده الملبس. دي سمكة بوري زيت وليمون. بص السوا، بص الحلاوة، سمكة ما فيهاش غلطة. الله، متبلة صح، مش انا اللي متبلة. بص الطاجن ده الافتتاح، يو على الزبدة، يو على الجمبري. بص 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 بس ناخد واحدة مشروم معاه. ده طاجن سي فود وايت صوص. اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. بقى سمك الفيليه، اسمع اسمع، بص شوف، سامع مش سامع صح؟ هسمعك. بص تتبيله على ما، بص من جوه عامل ازاي، بص الحلاوه. بص بقى الجمبري، جمبري الكريسبي. مش بيعملوا كده في المحلات. بص شويه رز ابيض مصري على اللي هنا ده، جمبري قشطه متعاصه قشطه. هو ده القشطه اللي شارب قشطه. بص السمك الفيليه، تعالي بص بقى السمكه الماكريل. بس بالشوك بس اللي فيها عالمية جامدة قوي. بصوا بقى الكابورياية دي، بتمصمص، شاربة من القشطة. كابوريا تحفة. في واحدة هنا كمان ومولع نار. الذرة دي شاربة من اللغوصة دي كلها. يا لهوي، ربنا يعيننا على الاكله دي. تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان انا تعبت قوي قوي قوي. انا واقف بقالي 3 ساعات في المطبخ حضر الاكل ده. قدروا تعبي وقدروا اللي انا عملته ده كله. اعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش اشترك في القناه وفعلوا زر الجرس، واستنوني في الفيديوهات الجايه الجديده. وما تقفلوش الفيديو، الوصفه هتتعمل دلوقتي. نبدا اول حاجه بالسمكه البلطي، جايبينها مفتوحه سنجاري زي ما انتم شايفين كده، نضفها كله تمام، امسحها بس من الميه على قد ما نقدر. والسمكه التانية اللي عندي سمكه ماكريل برضو فاتحها، اعملها سنجارية كمان، هنشفها على قد ما اقدر كده واحده واحده. هنحضر بقى التتبيله اللي هنعمل بيها السمكه الماكريل والسمكه البلطي، الاتنين هيبقوا نفس التتبيله. جيب طاسه فيها بصل متقطع
طرنشات اللي هي الجوانح زي ما بيقولوا. نحط معلقه ملح، معلقه فلفل، ومعلقه شطه، شويه زيت، وهنديهم تشويحه صغيره على النار. بعد ما خدوا تشويحه صغيره جدا، البصل بس فك من بعضه ودبل، شويه فلفل حامي، في الرومي الالوان، جزر مبشور، معلقه توم حلوه، معلقه هريسه، ونرجع نكمل بقيه التشويحه بتاعتها. ده شكلهم بعد ما خدوا بالظبط تقليبه واحده. عصير طماطم هنحط حبه صغيرين عليها، شويه بقدونس، ونديها غلوه واحده بالظبط على النار، وكده تبقى جاهزه. هنجهز بقى الفويل عشان نعمل السمكه. نيجي بقى على ورقه الفويل دي نحط نقطه زيت صغيره عشان لما نحط السمكه عليها ما تلزقش، تبقى بالشكل ده، ولا هتلزق ولا اي حاجه بسبب الزيت اللي حطيناه. هنجيب بقى بوله نحط فيها ملح، شطه، كزبره ناشفه، معلقه توم، نحط لها شويه زيت زيتون، نتبل بيها السمكه. ريحته تحفه يا جماعه، تحفه. كده يبقى السمك السنجاري البلطي والماكريل جاهز معانا. هنحطها في الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه، هتكون ان شاء الله استوت وبقت زي الفل. يلا بينا. عندي بقى سمكه بوري، انا بحب اكلها البوري دي تبقى زيت وليمون. للاسف الراجل فتحها وانا كنت قايله ما يفتحهاش، بس مش مشكله، هعمل لها تتبيله حلوه زيت وليمون. يلا بينا. معلقه توم، معلقه هريسه، ملح، كمون، بابريكا، فلفل اسمر، عصير ليمونتين، شويه خل، زيت زيتون، وكزبره. هنقلب بقى الكلام ده كله. هنجيب بقى السمكه، هنفتح فيها فتحات بالعرض كده، وهنتبلها. هنحطها في الفرن بس على شبكة الفرن نفسها بعد ما اتبلت كده لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180، ونحط تحتيها اي حاجة نفرشها عشان المية اللي هتنزل منها والتتبيلة ما تبوظلكوش الفرن. التتبيلة اللي متبقي دوت وهي شغالة في الفرن نديها بس ايه تلميعة كده من الوش بعد ما تاخد نص سوا من ناحيتين. تعالوا بقى نعمل كيس الميكس سي فود. تعالوا اقول لكم هنعمل تغذيها او الصوص بتاعها ازاي. هنجيب طاسه نحط فيها زبده كتير، عندي بصلايه متقطعه مكعبات صغيره خالص، عندي توم مفروم، معلقه كزبره، ومعلقه بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه ملح، وعندي عصير 3 ليمونات، معلقه زعتر، وعندي صويا صوص، معلقه هريسه، ربع كوبايه ميه، وعندي عصير طماطم. ونسبك بقى الكلام ده كله على النار. هجيب بقى كيس الحراري، عندي سمك اللي هو الفيليه احطهم معاه، وعندي جمبري احطه هو كمان، وعندي كابوريوتين دكورة اتنين كابوريا، وعندي شوية جندوفلي مغسول ومتظبط، وعندي ذرة. اخر حاجة بقى بصوا بقى التسبيكة الصلصة اللي عملناها سمعت عاملة ازاي، ريحتها تحفة. انا ضفت لها شوية شبت وبقدونس وكزبرة. هنقفل بقى الكيس كده اهو، ونعمل فيه فتحة صغيرة، واحطه بقى في الفرن زي ما هو كده اهو لمدة نص ساعة على درجة حرارة 200، وان شاء الله يكون استوى وبقى زي الفل. تعالوا بقى نعمل طاجن سي فود بالكريمة، حاجة كده تحفة التحفة. زبدة، شوية زيت، نحط شوية توم، نحط معلقة دقيق واحدة، ونديله تقليبة. هحط بقى ايه مرقة الجمبري
ونقلب بسرعة قبل ما تكلكع لحد ما توصل بقى للقوام ده. هنتبلها معلقة ملح صغيرة، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة فلفل اسود. هحط بقى الكابوريا خليها تاخد غلوة. بعد كده هنحط بقية السمك اللي هنحطه في الطاجن. بعد ما وصلت بقى ان هي خدت الغلوة دي، عندي الجمبري، هحط الجمبري، وعندي سمك فيليه مقطعه حتت صغيرة، وفي الاخر خالص هحط كريمة الطهي ونديهم تقليبة على النار. واول ما ياخد غلوة واحدة صغيرة هنحط مشروم. نجيب بقى الطاجن بتاعنا ونحطهم فيه. اديله رشة موتزاريلا على الوش كده اهو، وادخله الفرن ياخد له غلوة صغيرة كده ووش حلو، ويبقى كده بقى جاهز معانا. تعالوا بقى نعمل شوية جمبري مقلي وسمك فيليه. نحط توم، عصير ليمونتين، شوية شبت، معلقة ملح، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة توم باودر، ربع معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة كركم. هنقلب بقى الكلام ده كده. عندي شوية جمبري وعندي سمك فيليه، هنتبلهم حلو. تعالوا بقى نعمل الخلطة السايلة اللي هنعمل فيها الجمبري والسمك. عندي كوباية دقيق، ونفس الكوباية بس نصها مية، وعندي بيضتين، معلقة توم مفروم صغيرة، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بابريكا. ونضرب الخليط ده كله كده مع بعض لحد ما يوصل معانا بقى للقوام ده. بص القوام عامل ازاي، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تعالوا نعمل بقى الخليط الجاف اللي هنعمل فيه الجمبري. كوباية دقيق، نص كوباية نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة بابريكا، نص معلقة ملح، نص معلقة توم بودرة، نص معلقة فلفل اسود، واخر حاجة عندي بقسماط. تقدروا تضيفوه، ده اختياري، او لا لو مش عايزين. هنقلب بقى كده الخليط ده كله. نجيب بقى الجمبري بتاعنا ننزل بيه في الخليط هو والسمك. على البقسماط على طول، او على الدقيق التاني على طول. فضيت الجمبري بالدقيق اهوت عشان اديله قرمشه حلوه. نعمل كده هيطلع معانا بالشكل ده كده اهو، وننزل بيه على القلايه في الزيت على طول. وادي السمك المقلي والجمبري المقلي، شكله تحفه تحفه تحفه، والريحه جمال جمال. تعالوا بقى نعمل الجمبري البتر فلاي. معلقه توم، فلفل الوان، فلفل حامي على رومي، شويه مستردة، عصير ليمونه، رشه بابريكا صغيره، معلقه كمون، شويه زيت زيتون، طماطمايه سليمه او لو عندنا صلصه طماطم، معلقه ملح، حبه كزبره، ومعلقه شطه صغيره. نضرب بقى الكلام ده كله لحد ما يبقى عندي بالشكل ده. عندي بقى الجمبري البتر فلاي، فتحه من الظهر ومنضفه. نحط بقى عليه التتبيله دي كده، يبقى متبل معانا. هنجهز بقى الطاسه عشان نشوي فيهم. يلا بينا. هنجيب طاسه سخنه وهنحط فيها زبده. وادي شكله بعد ما كده استوى على النار. بصوا الجمال. نطلعه بعد ما يبقى بالشكل ده. وده شكل الجمبري البتر فلاي الجامد قوي قوي قوي. الشكل عامل ازاي، الريحه يا جماعه تحفه.